فيلم النهارده يا عزيزي عايز كوباية شاي 50 من اللي بتظبط الدماغ، وده لأنه فيه ألغاز كتير. فتعالوا نشوف القصة بتاعت النهارده بتحكي عن إيه. بس كالعادة قبل ما نبدأ هنصلي على النبي ونبدأ بسم الله. دي بطلة فيلمنا واسمها كاسي، وبتدرس في كلية الحقوق، وأخوها متهم في جريمة قتل واحدة اسمها ديفا. وديفا دي يا عزيزي تبقى صاحبة كاسي، ودي تبقى سارة صاحبة كاسي الأنتيم ومعاها في نفس الجامعة. أما دي بقى تبقى بي جي برضه صديقة كاسي، والتلاتة بيحبوا بعض جدا جدا وبيدرسوا في نفس التخصص، والاتنين بيحاولوا يساعدوا كاسي إنها تنقذ أخوها لأنه متهم أساسي في الجريمة. وبيدخلوا يحضروا المحاضرة بتاعتهم للدكتورة لوي، وفي وسط المحاضرة بيكون آلي زميل كاسي بيبدأ يتكلم عن إزاي يعتبر الشخص جاني ومجرم، وبالطريقة كده قعد يلقح بكلامه على أخوها ماركوس اللي هو متهم في الجريمة. والاتنين بينفعلوا على بعض في المحاضرة، وبعد ما المحاضرة بتخلص بتطلب منهم الدكتورة لوي إنهم يستنوها، وبتفضل تتكلم معاهم لأنهم منفعلين على بعض جدا. وبنعرف إن ديفا اللي ماتت دي كانت حبيبة آلي، وإنه فاكر إن ماركوس أخو كايسي هو اللي قتلها، وعشان كده كل واحد منهم متحمل على التاني. وبتحاول الدكتورة لوي إنها تهدي ما بينهم، ولما بتخرج كايسي بتلاقي بي جي وسارة مستنيينها، وبتجيلها مكالمة إن أخوها حالته وحشة جدا، فبيروحوا معاها يحضروا الجلسة. وبتدخل كايسي تقابل أخوها وبتحاول تطمنه إنها جنبه وإنه لازم يفضل متماسك عشانها. ماركوس بيقول لكايسي إنه عمل غلطات كتير في حياته، بس هو ما موتش ديفا، وإنه بس سرق العقد منها لما لقاها مرمية على الأرض وميتة. كايسي قالت له حتى لو ما خرجتش معايا النهارده فخليك متأكد إن عمري ما هسيبك وهلاقي دليل براءتك. ده بقى يا عزيزي الحاج فرانك أبو ديفا. ولما بتحاول كايسي تتكلم معاه بيعرفها إن كلامها مع المحامي بتاعه واللي اسمه كوينلي، وبنعرف إن كايسي بتتدرب في مكتب كوينلي. ولما بيقف فرانك يرد عليها بتقوله إنها برضه حزينة على ديفا لأنها كانت صديقتها وإنها مقدرة إنه بيعاني. فبيرد عليها فرانك وبيقول لها أنا نبهتك تبعدي عن أخوكي، وكمان بيقول لها أنا كنت معتبرك بنتي التانية. فبتقول له أنا ما أقدرش أبعد عنه بالرغم يعني إنه حرامي وفيه العبر، بس برضه هو عيلتي الوحيدة، هو اللي باقيلي من بعد أمي. وبتبدأ الجلسة وبيكون أخوها المتهم الرئيسي، وبيتحكم على ماركوس بالحبس. وكاسي بتحاول تهديه وبتقول له خليك فاكر إني هعمل كل اللي أقدر عليه عشان أخرجك. وبيخرجوا هما التلاتة وبيقرروا بي جي وسارة إنهم يقفوا جنب صاحبتهم ويساعدوها، وإنها لازم تدور على دليل براءة أخوها بسرعة وسرية. وبيبدأوا يفكروا في الحوار من كل ناحية، وسارة بتقول لها إنها هتعيد تاني رفع البصمات اللي كانت موجودة على ديفا وعلى كل حاجة. وبالليل بيقعدوا التلاتة يحققوا في الحوار ويدوروا على أي خيط يمشوا وراه. وبنعرف إن ماركوس وديفا أصلا ما كانوش يعرفوا بعض، وإنه بالصدفة لقاها مرمية جنب صندوق زبالة وكانت ميتة. وكمان بنعرف إن كايسي وديفا ما كانوش كلموا بعض خالص في الفترة الأخيرة، وعشان كده كايسي ما تعرفش هي كانت على علاقة بمين ولا بتشوف مين. وبيكون في واحد بس اللي شاهد على اللي حصل، وهو صاحب السوبر ماركت اللي شاف ديفا وهي ميتة، وإنه هو برضه اللي قال إنه شاف ماركوس واقف جنبها. أما سارة كانت بتشوف صور جثة ديفا، فبتلاقي على رقبتها آثار حد خانقها، وبي جي بتقول لهم إنها تعرف حد ممكن يساعدهم. وبنعرف إن مفيش قدام كايسي غير إنها تطلب المساعدة من آلي، بس هو بيرفض في الأول. وبتقول له سارة إنه لازم يساعدهم لأن أبوه لو عرف إنه أهمل في التحقيق في دلائل القضية هيتضايق منه جدا لأنه ده بيأثر على سمعة المكتب. وكايسي بتقول له لو أنت فعلا حبيت ديفا يبقى أكيد عاوز تعرف مين اللي عمل فيها كده. المهم يا عزيزي في الآخر بيوافق، وبتقول له كايسي إنها محتاجة كل حاجات ديفا اللي كانت معاها وهي ميتة، وده عشان يفحصوها تاني قبل ما يسلموها لأبوها فرانك. وفعلا بيعرف يجيب لهم اللي هم عايزينه عن طريق واحد صاحبه، وبيروح يديهم الكيس اللي جواه كل حاجة. سارة بتقول له إنها عاوزة تاخد بصماته، وده عشان تتأكد إنه مش هو الجاني لأنه يعتبر من أول المشتبه فيهم. وفعلا بيوافق، وبيتفقوا إنهم هيقابلوا بعض في معمل سارة عشان يعملوا له البصمة. وبيروح لهم آلي المعمل، وسارة بتلاقي إن ساعة ديفا عليها بصمات لشخص تاني، وده بيكون أول خيط يمشي وراه. ولحد ما سارة تخلص فضلت كايسي تحقق مع آلي وتسأله انت كنت فين وقت الحادثة، وكمان سألته امتى آخر مرة شفت فيها ديفا، بس هو قال لها مالكيش دعوة بعلاقتي بديفا. وبتظهر نتيجة بصمات آلي وبتكون مش هي اللي موجودة على الساعة، وكمان مش بصمة ماركوس، يعني كده في شخص متهم فيه تاني. وبتنزل كايسي وآلي عشان يروحوا البي جي، وبيطلبوا منها انها تجيب من ملفات المكتب اسماء المجرمين والمخصصين في الجريمة في الفترة الأخيرة، وده عشان يحققوا وراهم. وكمان بيلاقوا واحدة ماتت بنفس موت ديفا وكانت مخنوقة بحبل مراكب،
بس هوبا بيدخل عليهم كوينلي رئيسهم وبيقول لهم امال ما حدش عزمنا على الحفله دي يعني، وبتخرج وراه كايسي تعتذر له انها ما استاذنتش منه الاول. كوينلي قال لها انت محتاجه تاخدي وقت وترتاحي، وبيعرفها بالطريقه كده انها عشان تفتح قضيه اخوها تاني لازم يبقى في شاهد وكمان شاهد قوي، وبكده بتفهم انه وافق يساعدها بطريقه غير مباشره. وبتدخل كايسي تعرف فيجي وآلي باللي حصل معاها، وبيبقى ما قدامهمش غير انهم يلاقوا الثلاثه المشتبه فيهم، وده عشان ياخدوا بصماتهم ويقارنوها بالبصمه اللي لقوها. وبتسيبهم كايسي وبتروح تشوف اخوها، وبتكون حالته النفسيه وحشه جدا، وبيفضل يعتذر لها عن كل اللي عمله، وبيطلب منها تجيب له حاجات وكمان تجيب له صورهم وهم صغيرين. ولما اسالها عملت ايه بتقول له اصبر شويه لان الحوار ممكن يطول، وانها بتشتغل بكل جهدها. الناحيه التانيه بقى بيجي بتطلب من المحقق جو انه يساعدهم، ولما بيعرف انهم لسه شويه طلاب بيرفض لانهم مش هيعرفوا يدوا له الفلوس اللي هو عاوزها، فبيعرض عليه آلي ضعف اجره لو ساعدهم، وبيديله اول دفعه مقابل الشغل، وبياخد الفلوس فعلا وبيقول لهم ابعتوا لي اللي انتوا عاوزينه، وبيمشوا كلهم عشان يروحوا. بس كايسي بتروح على شقه اخوها عشان تجيب له حاجاته، والفضول بياخدها على الشارع اللي كان فيه الجريمه، وهي ماشيه فجأة بيقوم ماسكها حد من كتفها فبتصرخ وبتخاف، لكن بيطلع صاحب السوبر ماركت وبتفضل تسأله على ديفا، فبيعرفها على كل اللي شافه. ولما سألته انت ما كنتش بتشوفها قبل الحادثة، قال لها انه شافها كذا مرة راكبة مع راجل كبير في السن وكان معاه عربية سودا مرسيدس. فبتروح تعرف سارة باللي حصل معاها، وبيقرروا انهم لازم يعرفوا مين الراجل ده، وبتقول لها سارة انهم مش هيقولوا المعلومة دي لآلي لحد ما يتأكدوا مين الشخص ده. بس بيدخل عليهم آلي وبيلاحظ الكلام، وهم فضلوا يحوروا عليه عشان ما ياخدش باله. ولما بتدخل كايس المحاضرة بتلاقي لوي وكوينلي مع بعض، وبتقول له انها كانت هتروح له عشان عاوزاه، وبتقول له انها عرفت ان ديفا كانت على علاقة براجل كبير في السن، وانه صاحب مجمع سكني في اخر الشارع بتاعها. فبيقول لها انت كده فعلا بدأت توصلي لحاجة مهمة، وبيبدأ جو في التحري على بصمات الاشخاص اللي بعتتهم سارة، ودي اول بصمة لصوابع ماسيو، وبيجيب لها نوع الكيكة اللي بتحبها. ولما سألته عرفت نوعها منين قال لها ده جزء من شغلي. وبتروح كايسي مع آلي عشان يقابلوا شخص جديد هيساعده. كايسي بتشكر آلي على مساعدته وبيقول لها انه مش وحش زي ما هي شايفاه، فبتعتذر له وبتعرفه ان ديفا في اخر 6 شهور ما كانتش بتكلمها خالص، وكمان بطلت ترد على مكالماتها ورسائلها. آلي بيقول لها بس هي كانت قايله لي العكس، وهو انك انت اللي بعدت عنها. فبتستغرب كايسي وبتسأل نفسها ليه ديفا كانت بتغير في الحقيقة. وبيدخل الشخص اللي هيساعدهم، وبيعرفوا انه تايلور من ضمن اللي مشتبه فيهم، بس بيعرفوا انه دايما بيروح يزور المحبوسين كل يوم 4، وبيفضل يديهم نصايح انهم ما يرجعوش تاني للجريمة. وبكده بيخرج تايلور من دايرة الاتهام لان الجريمة تمت يوم 4، وبكده يبقى هو خارج عنه. والتلاتة اللي كانوا شاكين فيهم بيخرجوهم من دايرة الاتهام برضه، وده عشان الأول مش بصماته الموجودة، والتاني تابوا بقى يدي نصايح، والتالت أصلا ميت من فترة، يعني رجعوا تاني لطريق مسدود. بس سارة بتغمز لكايسي عشان تقول على اللي عرفته، وجو بياخد باله إن في حاجة مش عاوزين يقولوها، وبترد سارة بسرعة وبتقول إنهم عرفوا إن ديفا كانت على علاقة براجل كبير في السن. وهنا بيتصدم آلي لأنه كان حبيبها، وبيخرج من المكان، وبتخرج وراه كايسي وبتعتذر له إنها فاجئته، وبتقول له أنت كنت عارف؟ آلي بيسكت وما بيردش، فبتعرفه إنها مش هتسكت وهتفضل ورا القضية. وبياخد آلي عربيته وبيمشي وهو حزين. وبتقعد كايسي مع سارة بالليل، وبتقول لها إنها شكت إن آلي كان عارف من ردة فعله لما سألته. تاني يوم الصبح بتقابل كايسي فرانك في الكافيه صدفة، وبيعتذر لها على طريقته معاها لما قابلها آخر مرة، وبيقول لها إنه عارف هي كانت بتحب ديفا قد إيه، فبتقول له إنها مقدرة ردة فعله وإن هي كمان بتحبها، وكانت مستغربة ليه ديفا بعدت عنها في الفترة الأخيرة. وبتقول له أكيد كان في حاجة مش عاوزاني أعرفها، وبتسأله هو أنت ما تعرفش كان فيها إيه؟ فبيقول لها لا ما كانش في أي حاجة غريبة، وبيسلم عليها وبيقول لها على أي حال هي خلاص مش هترجع. وبتروح تحضر محاضرتها، وبعد المحاضرة بتلاقي الدكتورة لوي بتقول لها إن في حد سايب لك الظرف ده، وبيتجمعوا عشان يفتحوا الظرف، وبيلاقوا فيه نسخة الجريدة بتتكلم على جريمة كانت حصلت من 3 سنين لبنت، وكانت الجريمة قريبة من نفس جريمة ديفا، وكان المشتبه فيه شخص اسمه تايلور، وإن البنت كانت شغالة في منطقة قريبة من مكان جريمة ديفا. ولما كايسي بتشوف صورة المكان بتقول إنه كمان نفس المكان اللي كان بيعيش فيه أخوها ماركوس، وبيخمنوا إنه تايلور ده ممكن يكون هو اللي قتل ديفا كمان، وإنه فلت من العقوبة لتاني مرة. وجو بيقول لهم يبقى أكيد في دليل حقيقي بين الاتنين، وإنهم لازم يلاقوا الدليل، وإن كمان كان من ضمن الشهود شهادة واحدة اسمها راتشيل تايلر، ودي تبقى مرات تايلر اللي هم شاكين فيه أساسا.
وبيدخل عليهم آلي المكتب وهم بيتكلموا، وبيطلب منهم إنهم يسمعوه، وبيقول إنه ما كانش يعرف إنها على علاقة بحد، بس هو كان شاكك من تصرفاتها في الفترة الأخيرة. ولما كايسي سألته إمتى آخر مرة شفتها، قال لها قبل الحادثة بيوم، وإنه راجع عشان يكمل معاهم اللي بيعملوه، وكمان بيعتذر لهم إنه ما قالش كل حاجة من الأول. فبتسأله كايسي أنت تعرف منين كورتي تايلر؟ قال لها إن أبوه بيشتغل معاه، وإن تايلر ده راجل مش كويس، وبيطلب منهم إن لو فعلا تايلر الجاني يبقى لازم يكون جزء من الفريق اللي هيوقعوه. وكايسي بتقول لأصحابها إن آلي ممكن يقدر يساعدنا، وبتعترف إن آلي معروف في الكلية كلها بمهاراته القوية، وإنهم هيبقوا محتاجينه معاهم دايما. والكل بيوافق ما عدا سارة، بتكون ملقلقة منه. وبياخدوا صورة تايلر وبيوروها للراجل بتاع السوبر ماركت، وفعلا بيتعرف عليه، وبيقول إنه شافه كذا مرة مع ديفا، وبيروحوا كلهم على مكان شغله عشان يراقبوه. وجو بيقول لسارة إنه هيجيب لها بصمات تايلر، وده عشان يتأكدوا إذا كان هو ولا لأ. وكايسي يا عيني بيكون صعبان عليها مرات تايلر، بس آلي كان ليه رأي تاني، وهو إن أغلب الستات بتكون عندها زي حاسة كده بتقدر تعرف إن جوزها خاين ولا لأ، يعني هي أكيد عارفة بعمايل جوزها المهببة ب60 نيلة. وبيكمل جو على كلامه وبيقول إن الستات كمان بيقرروا يتجاهلوا تصرفات جوازهم، وده عشان يحافظوا على أسلوب حياتهم. وعلى رأي المثل اللي أنا معرفهوش، عشان تعرف أي حاجة عن الزوج امشي ورا الزوجة. وبيطلب منهم جو إن حد يحاول يقرب منها، فبتقول كايسي إنها هتحاول تقرب منها، وبيرد على طول آلي وبيقول لها وأنا كمان معاكي. فبيروح آلي وكايسي عند بيت تايلر، وآلي بيقول إن مش مستغرب إنها حبت راجل كبير في السن، وإنه كان حاسس إنها مكملة معاه عشان مستوى عيلته مش أكتر. وبيقول لها أنت إزاي كنت صاحبة ديفا رغم اختلاف الطباع اللي بينكم؟ فبتقول له إنها عارفة إنهم مختلفين جدا، وإن الرابط الوحيد اللي جمعهم هو موت الحاجة أم كايسي، وبعدها بفترة قصيرة موت أم ديفا، يعني الرابط هو فقدان الأم مش أكتر. وبتطلع تشارلي مرات تايلر وبيروح وراها، وجو وسارة بيكونوا مستنيين تايلر تحت شركته، وبيتحركوا وراهم هما كمان. وأول ما بيرمي الإزازة من إيده بياخدها جو بيروح بسرعة لسارة وبيعزمها على العشاء، وكان واضح إنه بيرسم عليها. في الوقت ده بتكون كايسي وآلي ورا تشارلي، وبيلاقوها بتمارس الرياضة بتاعتها على اليخت بتاعها، وهم بيراقبوها. بيكتشف آلي حاجة مهمة جدا، وهي إن نوع الحبل اللي ماتت بيه ديفا من حبل المراكب، وبيجروا بسرعة عشان يبلغوا باقي الفريق. وبيعرفوا إن المركب بتاعة تايلر يعني سهل إنه يبقى عنده حبل مراكب. ولما بيخترق جو جهاز تشارلي بيعرفوا جدول مواعيدها، وبنعرف إنها مهندسة ديكور كبيرة جدا. فبيروح كايسي وآلي عشان يمثلوا إنهم محتاجينها في شغل، وبيقعد آلي يعاكس كايسي وبيقول لها إنها جميلة قوي. وبيطلعوا يقابلوا تشارلي على أساس إنهم عرسان جداد وعاوزينها تعمل ديكور شقتهم. وبيكون جو مكمل في مراقبة تايلر، وبيركب كمان كاميرا على الكرفان بتاعه. وتشارلي بتكون راحت معاهم الشقة، وبيفضلوا يتكلموا معاها، وبيعرفوا إنها عندها مشاكل في الخلفة، وبتسيبهم وبتمشي عشان عندها شغل كتير. وكمان بتوعدهم إنها هتصمم لهم الشقة على أعلى مستوى. أما الغلبان جو بتكون عربيته المرور أخدها لما كان مركز في المراقبة، وبيفضل يعني يجري ورا العربية. ولما بيرجع تاني الموقع بيلاقي إن عربية تايلر لسه في مكانها. ولما بيروح يبص عليه من شباك الكرفان بنلاقي تايلر واقع على الأرض ميت. وبيجي المحققين وبيبدأوا يدوروا على الجاني، وبيروح جو يبلغ باقي الفريق باللي حصل كله. وبتتصل بيهم سارة وبتقول لهم إنها عرفت من التحليل المبدئي لموت تايلر إنه بفعل فاعل. وكمان بتعرفهم إن بصمات تايلر اللي على الإزازة ملهاش علاقة بالبصمات اللي على الساعة بتاعت ديفا. وده بيخلي كايسي تحس بالإحباط، لأن كل ما تحس إنها قربت من الجاني توصل لطريق مسدود تاني. وبتفضل سهرانة تدور في الملفات هي وآلي، وبتتصل سارة تقول لهم إن البصمات اللي على رقبة تايلر هي نفس البصمات اللي كانت موجودة على ساعة ديفا، بس برضه لسه هيعملوا تحليل بصمات تاني. فبتقوم كايسي وبتبص على صورة العقد، وبتقول لآلي شوف كده خاتم العقد ده كان موجود مع متعلقات ديفا، لأنها عرفت إنه كان معاها قبل 6 ساعات من موتها. وبيبدأ يظهر التوتر على آلي، وبيقول لها إن الخاتم معايا. وهنا بتصدم كايسي لأنه كان قايل إنه آخر مرة شاف ديفا كان قبل الحادثة بيوم. وبتقول له أنت طلعت كداب لتاني مرة. وبيقول لها إنه راح عشان يواجهها وإنهم اتخانقوا، وإنها اعترفت له إنها مغرمة بشخص تاني، بس ما قالتش مين الشخص ده، وإنها قالت إنها هتهرب معاه قريب، وعشان كده طلب منها ترجع له الخاتم بتاعه، وإنه بس أخد الخاتم ومشي. فبتقوم كايسي تطرده من المكان لأنها بترفض تصدقه تاني، وبتروح تزور أخوها في الحبس، وكل مرة بتكون حالته أصعب من اللي قبلها. بعد كده بتزور الحاج فرانك أبو ديفا، وبتقول له إنها محتاجة تتكلم مع حد، وبتحكي له على الكلام اللي آلي قاله لها. وبتفضل تسأله لو ديفا قالت له أي حاجة بخصوص آلي
أو حتى الشخص اللي كانت مرتبطة بيه. في الوقت ده جو كان عمال يرن عليها كتير لحد ما بترد عليه، وبيقول لها إنه شاف حاجة مهمة على الكاميرا اللي كانت على الكرفان بتاع تايلر وبعت لها الفيديو. وهنا بقى يا عزيزي مفاجأة جديدة، بتلاقي الحاج فرانك هو اللي دخل عند تايلر وموته، وبتكون مصدومة وخايفة، وفرانك بيكون واقف وسامع كل حاجة، وبيقول لها مادام عرفتي بقى أنا هقول لك أنا عملت كده ليه. انت مسيرك تبقي وهتعرفي يعني ايه حب الابن، وهتعرفي الواحد ممكن يعمل ايه لو حس ان حد ممكن يأذي ابنه. وبيقول لها انه عرف ان تايلر هو اللي كان على علاقة ببنته من فترة قصيرة، وانه لما لاحظ التغيير عليها واجهها وقالت له انها بتحب واحد بس ما قالتش مين، وانها كانت مصممة انها تهرب معاه، وعشان كده مسكها جامد من ايديها يوم الحادثة عشان ترجع، بس هي صممت ومشيت. ودي يا عزيزي تبقى البصمة اللي كانت كايسي بتدور عليها، وانه كان فاكر ان اخو كايسي هو الجاني، لحد ما قابل كايسي في الكافيه وقعدت تسأله على ديفا، وفعلا رجع وقعد يدور في حاجات بنته لحد ما شاف صورة لتايلور مع ديفا، وهنا عرف ان هو اللي بنته كانت هتهرب معاه، وفضل مراقبه لحد ما دخل عليه وموته. وكل ده وكايسي كانت هتموت من الرعب، وكانت خايفة ليموتها هي كمان، وقال لها ان قبل ما يموته سأله انت اللي عملت كده في ديفا؟ رد عليه تايلور وقال له ان بنته كانت طايشة وعاوزة تخرب حياته، وانهم هاجموا بعض لحد ما فرانك اتخلص منه، وبيفضل يعيط وبيحضن كاسي. وهنا بقى بيكون وصل جو كسر الباب، والمحققين بيكونوا وصلوا وبياخدوا معاهم فرانك. جو بيقول لها ان ممكن فرانك يخرج دفاعا عن النفس، وفجأة بتجيلها مكالمة من تشارلي وانها هتكمل معاها الشغل، وانها عاوزة تقابل كايسي في الشقة، وبيروحوا كلهم يجتمعوا عشان يشوفوا هيعملوا ايه. وجو بيقول لهم ان من خاصية التتبع قدر يعرف ان اخر مكالمة جات لديفا ما كانتش من تليفون تايلور، دي كانت من تليفون تشارلي. والكل بيروح على الشقة وبيزرعوا الكاميرات في كل مكان، وده عشان يسجلوا لتشارلي وهي بتكلم كايسي. وقالي بيحاول يطمن كايسي انه هيكون قريب منها، وبتدخل تشارلي وبتقول لكايسي ان جوزها مات وانها قررت تكمل شغلها عشان تخرج من حالة الحزن. وكمان بنعرف ان تشارلي عندها خبرة كبيرة عن البحر والمراكب لانها كانت عايشة مع ابوها وسط المراكب. وبترد عليها كايسي وبتقول لها انها برضه فقدت صاحبتها وعارفة قد ايه الفقدان بيوجع، وبتقول لها ان اسمها كان ديفا. وهنا بقى يا عزيزي سأسكت قليلا. لما بتقول لها كايسي اعتقد انك تعرفيها، بتتحول تشارلي وبتقول لها انها كانت عاوزة تبوظ حياتي، وانت ما تعرفيش انا تعبت قد ايه عشان ابني الكيان اللي انت شايفاه ده، وان اللي تايلر مرضيش يعمله قررت هي تعمله. وبتقوم مقربة من كايسي وبتحاول تموتها، وبيجروا عشان يلحقوها بسرعة وبيتصلوا بالشرطة، وبتتعاد محاكمة اخوها تاني، وبيخرج المعلم براءة، وبتفرح كايسي وبتاخده في حضنها اخيرا، وبتقول لاصحابها انها ما تقدرش توفي حقهم. وبيقرر جون يعزمهم على الغدا، وكايسي بتقول له انها موافقة بس على حسابها. وبيمشوا وبتفضل كايسي وآلي بس، وبتقول له انها اتعرض عليها شغل كويس بعد اللي حصل. وآلي بيقول لها ان اخوكي ماركوس محظوظ جدا بيكي، وانه هيعمل كل اللي يقدر عليه، وده عشان يكون الراجل اللي هي امنت بيه، وانه مش راجل جبان زي ما كانت فاكراه. فبتقول له يا راجل ما تقولش كده على نفسك، انت بقيت صديقي. وبيخرجوا كلهم وهم فرحانين انهم حققوا العدالة، وبيخلص الفيلم والدنيا بتبقى جميلة وقشطة صباح الفل. ما تنساش بقى يا عزيزي اللايك وتقول لي رايك في كومنت، واشوفكم الفيلم الجاي.